السلام عليكم يا المشاهدين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ كنتمنى هذا الفيديو لقاكم في تمام الصحه والعافيه. كنشكر الناس اللي كيدعموا قناتي صالحه الخياطه باللايكات والكومونتيرات زوينه، وكنشكر الناس اللي اول مره انضموا للقناه، مرحبا بهم و6000 مرحبا. جيت نصايب معاكم واحد الحلوه بالشيشه في اليد قبل الفم، بمقادير بسيطه. نبداو على بركة الله. عندنا ربعة الزبدة، 250 غرام الزبدة مارغرين، قبصة الملح، 3 الفرماجات، 2 بيضات، 2 كيسان ديال العنبة ديال الزيت، و 2 كيسان ديال العنبة ديال السكر سنيدة، السكر الخشن. عندنا كاوكاو مطحون، وشوية جنجلان صاين، وشوية بيرميسيل، وعندنا فاني، واحد الخمارة، وساشية ديال الفلو كراميل، والدقيق حسب الخليط. غادي نمزجو سنيده وقبصه ديال الملح و 250 غرام ديال الزبده وثلاثه الفرماجات. غنمزجوهم مزيان على شكل بوماد مع السنيده، ونزيدو 2 البيضات، ونمعكو الزبده مزيان. المهم هاد الاثناء خاصكم تخرجوا الزبده قبل من الثلاجه، تكون على تكون خارجه من الثلاجه باش ما تمحنكمش في المعكه ديالها. المهم زدت زلافه ديال الزيت، 2 كيسان ديال العنبه، كتعمر لينا زلافه ديال الزيت. 2 كيسان ديال العنبه الثانيه، 2 كيسان العنبه ديال الزيت كيعمروا لينا زلافه. صافي كنبقاو نمعكو في الزبده مع هذيك المقادير اللي درنا، كنبقاو معكوها حتى كتولي على شكل بوماد. هاد الحلوه راه كتجي هشيشه، هشيشه ورطبه. صافي غنبقاو نمعكو حتى نحصلو على شكل بوماد. الزبده تكونوا مخرجينها قبل باش تاخد حراره المطبخ، باش ما تمحنكمش. دابا الا كانت متلجه كتمحن، كانت قاصحه شويه كتمحن، اما الا خرجتيها قبل ما كتمحنش بزاف. صافي كنبقاو نمعكو مزيان. صافي وغادي غنمعكوها مزيان. غادي نزيدو الفاني ونزيدو الفلو، ها هي ولات على شكل بوماد. انا ما خرجتهاش قبل من انا خليتها شويه محناتني في المعكه ديالها، لحقتهاش ما خرجتهاش بكري. صافي تنزيد هذيك الزلافه ديال كاوكاو مطحون وبيرميسيل وشويه جنجلان. صافي كنزيد ساشيه ديال الفلو، وكنزيد ساشيه ديال الفاني. صافي كنخلطو غير واحد شويه. صافي وكنبداو نزيدو في الطحين حسب الخليط. درت كيلو الطحين، وكنزيد هذيك الخماره. درت كيلو ديال الطحين، شطت لي درت كيلو ديال الطحين، اي بقات غير شي 4 المعالق هكاك. المهم تقريبا على حسب الدقيق. كاين الدقيق اللي كيشرب، كاين الدقيق اللي ما كيشربش. انا دخلت ليا كيلو قل شي 2 معالقات اولا 3 هما اللي شاطوا في الطحين، ولكن الدقيق حسب الخليط، كل واحد والدقيق ديالو.
صافي كنبقاو نزيدو الدقيق. صافي كنبقاو نزيدو في الطحين. صافي ما تجيش قاصحه، تجي رطبه. صافي هذا هو الشكل اللي كيجي على العجين، كتجي رطبه. نقسم على نصفين، النصف غادي النصف غنديرو على حساب المرشم، كل واحد والمرشم اللي عنده. انا عندي واحد المرشم دابا تشوفوا الشكل ديالو. نصف غنديرو بالمرشم، ونصف هاد الشكل ديال المرشم غادي ندير في كل كويره، غندير فيها تقريبا 20 غرام او 22 غرام. واي واحد اي مرشم عنده، ماشي على حساب هاد المرشم، كل واحد والمرشم اللي عنده. هاد الكويرات تقريبا 22 غرام حتى 20 غرام كيجيو هما هادوك. ايوا هانتوما المشاهدين ديالي، هاد الاثناء عملنا واحد لايك، واحد ابوني، واحد كومونتير زوين، واحد والبارطاج مع الاهل والاحباب. جزاكم الله خيرا. ما تقصروش العجينه، تخليوها في رطبه شويه، ما تقووش الطحين باش كتجي شيشه ورطبه. اما الا كترسو الطحين راه كتجي مشقه، كتجي في الكويره ديالها ما كتبغيش تكور مزيان، وكتعطي كميه وفيره. ما حسبتش شحال من حب خرجت ليا، ولكن كتعطي كميه وفيره. انا درت هاد الشكل على قسمت على قسمين، درت هاد الشكل دابا تشوفوا المرشم اللي درت ليها، وكل واحد والمرشم اللي عنده. وغادي تشوفوا الشكل الاخر، النصف الاخر، الشكل اللي غندير به. غادي نجيب المرشم، وغادي هذاك المرشم غادي نديرو في السنيده باش ما يقطعش ليا العجينه او لا تلصق فيه العجينه. نوضعو في السنيده عاد كنرشم. هانتوما غتشوفوا معايا، غير تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخير. والمبتدئات واخا لو تكون عمرها ما دارت الحلوى، الا دارت هاد الحلوى غتجيها اسهل ما يكون، ساهله وزوينه وبمقادير بسيطه. وكتعطي كميه، اللي ما بغاش يدير هاد المقادير كلهم يدير غير نصف الكميه. مثلا يدير 125 غرام ديال الزبده، كاس ديال السنيده، كاس ديال الزيت، بيضه وحده، نصف خماره، المهم بحال هكا. هانتوما المشاهدين ديالي، هذا هو المرشم، راه كنوضعو في السنيده وكنطبع به باش ما يلصقش لي العجينه في المرشم. انا هذيك السنيده كنستعملها غير باش ما يلصقش ليا. ايوا هنا غادي نهز من النصف الاخر، كنصاوب كويرات صغار تقريبا غير 16 غرام، غير 16 غرام. لحقتيش غادي ندير واحد، ندهنو بواحد شويه الكراميل، وغادي نوضعو في الكاوكاو مهرمش. دابا تشوفوا معايا الحلوى كيفاش غندير لها. 16 غرام كتجي مع داك الكراميل وداك الكاوكاو المهرمش، كتجي غريبه هي هذيك. كتجي كبيره هي هذيك، مادام كندهنها بالكراميل وكنوضعها في كاوكاو كتجي هي هذيك. هذا هو الكراميل. كنشد كاس ديال العسل وكندير 18 قطعه او لا 20 قطعه على حسب الجو. الا كان الجو بارد كندير غير 18 قطعه، الا كان الجو سخون باش ما يبقاش سائل بزاف كندير 20 قطعه. كنشد هذاك الكاس ديال العسل وكنديرو في البوطه حتى يسخن، وكندير فيه الشوكولات
صافي، وكنخليه جانبا حتى خرجت الحلوى. عاد دهنت بالكراميل في الحلوى ودرتها فنتها في كوكو مهرمش. ايوا هذا هو الشكل النهائي. المشاهدين ديالي داخل الوطن وخارج الوطن، دعموا هذه القناه باللايكات والكومونتيرات زوينه وبالبارطاج مع الاهل والاحباب باش توصلوا بكل جديد، فضلا ليس امرا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الى فيديو اخر بحول الله.